الزمالك يغرق والنادي الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بدون مساعدة الكاف، وبدون مساعدة قناة بي إن، وبدون مساعدة الاتحاد الدولي. دوس لايك يا ابو الصحاب لو انت شباب، تابعني عشان يوصلك كل ما هو جديد وكل ما هو حصري. الحكايه بتبدا النهارده الصبح، صحينا الصبح طبعا وجمهور الزمالك صحى على صدمه كبيره جدا، وهي ايقاف قيد جديد لفترتين وقضيه عمر فرج اللاعب الفلسطيني الذي لعب داخل الزمالك 183 دقيقه. 183 دقيقه اللي اتحكم له فيها بمليون 761 ألف دولار. واو، واو على الرقم. مليون 761 ألف دولار اتحكم ليه عمر فرج من نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هيدفع مليون 761 ألف دولار لعمر فرج. وقرار تأديبي، الفيفا بيأدب الزمالك، بيأدبه، بيقول له انت اتعلمت الادب؟ قال له لا. قال له تعالى بقى اعلمك الادب. قال له انت مش هتجيب صفقات حتى لو دفعت؟ قال له نعم. مش هتجيب صفقات ازاي؟ اسمع يا ابو الصحاب، الاتحاد الدولي النهارده نزل بعت شكوى للزمالك فيها، او الشكوى ديت عباره عن 18 صفحه. 18 صفحه، 18 صفحه يا مؤمن، 18 صفحه. الاتحاد الدولي بيشرح للزمالك، بيقول له انت عملت وخليت وسويت وبهدلت واهنت وبهدلت وخربت الدنيا خالص، وانت متعاقب بيه. الاتحاد الدولي عاقب نادي الزمالك بايقاف فترتين قيد حتى لو دفع. يعني الزمالك هيدفع تقريبا بما يقارب حتى الان بما يقارب 8 مليون دولار. حتى لو دفعهم برضه مش هيجيب صفقات في الصيف وفي يناير القادم. يعني هيقعد موسم كامل بدون صفقة، زيرو صفقات، زيرو ميركاتو. خبر صادم. مجلس إدارة الزمالك حاليا هما في اجتماع مفتوح، يعني بقى مش اجتماع طارئ وساعة وهيخلص وساعتين هيخلص. مجلس إدارة الزمالك عامل اجتماع لمدة شهر لحد 30/6. ووصلت لي معلومة مش هقول لك مؤكدة، ولكن هتأكد منها قريب قوي، إن مجلس الزمالك بيفكر في تقديم استقالته قريبا جدا. هيبان في نص الشهر 15 أو 16/6 أو 17، هيبان الملامح، يا بجد يا إما كل دي فيك. هتأكد وهطلع اقول لك ان شاء الله، يكون اول واحد يقول لك الكلام ده. الزمالك بيغرق حرفيا، يعني بيمر يعني بلحظات مجنونه. صلاح مصدق بياخد حكم. يعني الزمالك فعلا الله يكون في عونه، الله يكون في بعيدا عن الهزار، الله يكون في عون مجلس اداره الزمالك. يعني هما هيعملوا ايه؟ هو كابتن حسين قال لك اول ما جه قال ايه؟ قال ان المركب لو فيها خرم واحد انا هعرف امشيها. طيب دلوقتي يا كابتن حسين المركب بقت عباره عن اخرام، مش خرم واحد، المركب بقت عباره عن اخرام كلها، المركب كلها مخرمه، المركب بتغرق، بل غرقت يا كابتن حسين. يا كابتن حسين يعني الله يكون في عون جمهور الزمالك الصراحه، هيتشل يعني مش عارف اقول لهم ايه الصراحه، واصدقائي كتير زملكاويه وحبايبي كلهم الصراحه يعني. ولكن الله يكون في عونكم، حظكم كده طلعتوا لقيتوا نفسكم بتشجعوا الزمالك، هتعملوا إيه طيب؟ الاهلي بياخد قرار غريب، عايز يبدل بين رمضان باكرم توفيق. وانا شايف صفقه ديت صفقه يعني مجنونه، حرفيا مجنونه بالسلب. لان انت لعيب اشتريته ب 2 مليون 300 الف دولار، لسه تدفع فلوسه على فترات، يعني على اقساط بالاتفاق مع ناديه طبعا، وعايز تبدله بلاعب اللي هو اكرم توفيق اللي انت سايبه فري اصلا. اكرم توفيق لابد يرجع الاهلي، ولازم يرجع الاهلي، لان هو افضل باك رايت في مصر، وافضل نص ملعب في مصر، افضل نص ملعب مدافع، وافضل باك رايت في مصر. لازم يرجع، لازم يرجع، لازم يرجع. ولكن ما تبدلوش بين رمضان، ده كواليتي ومستوى، ده كواليتي ومستوى. بين رمضان لو توفرت له البيئه المناسبه والمدرب المناسب اللي فاهم امكانياته، صدقوني وانا قاعد ما اقول ان بين رمضان يعدي امام عاشور بمراحل. هنشوف اللي هيحصل الفترة الجاية، ومنتظرين كل ما هو جديد في هذا الأمر. دوس لايك بالصحاب لو الفيديو عجبك، دوس لايك ولو انت مش تابعني عشان يوصلك كل ما هو جديد وكل ما هو حصري. سلام.